السلام عليكم، واش راكم، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكون صحتكم النفسيه والجسديه بخير. اليوم الفيديو راح نهضروا على واحد الفكر ولا واحد المصطلح راه منتشر بزاف، وهو تقبل الذات. قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب اذا عجبكم هذا النوع من المحتوى، وخلونا نبداو. اللهم ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. تقبل الذات يعني قبل ما نحاولوا نطبقوا حاجة لازم نفهموها بتفاصيلها وبعمق. يعني بزاف مؤثرات راهم يروجوا لتقبل الذات، انك تتقبلي نفسك وانك راكي بيرفكت كيما راكي، ما لازم ديري والو لخاطر راكي بيرفكت وراكي هايله، وابقاي كيما راكي وتقبلي الواقع اللي راكي عايشه فيه وارضاي على هذا الواقع وتعايشي معاه وكملي حياتك على هذا الاساس. وهذه الفكره راهي غالطه، يعني ما تقدرش تكون متقبل ذاتك وحابس في نفس النقطه. تقبل الذات يعني قبل نعرفوا واش معنى تقبل الذات، وانك تتقبلي كل حاجه فيك بالسلبي والايجابي، انك تصرحي لنفسك وتهضري انه انا انسان، انا فيا الخير وفيا الشر، فيا اخطاء، فيا ايجابيات، فيا سلبيات، ما راكيش مثاليه، ما راكيش بيرفكت، انه انتي انسان، انتي ناقص، انتي عبد ناقص، الكامل هو ربي سبحانه. يعني كإنسان راك ناقص، الكمال راه ربي سبحانه. تقبل ذاتي، بصح نتقبل ذاتي على اساس انه فيا اخطاء، فيا حاجات مليحه ومش مليحه نتعايش معاها، ومشي بلازم يعني انا نحدد المليح والمش مليح فيا على حساب الناس وش يقولوا، على حساب المجتمع وش يقول. ما تخيريش الحاجات اللي مليحه اللي فيك واللي مش مليحه على حساب المعايير، يعني معايير جمال ومعايير اخلاق، صفات ديما ترجعيهم للدين. يعني الصفات الخلقيه كي شغل تصرفاتك وكذا ديما نرجعوا للدين. احنا كمسلمين لازم ترجعي للدين، ما تنسبوش الافكار وش راها كاينك شغل بالترندات، لا شغل انتيا وش تشوفي مع روحك. مثلا انا مانيش متقبله الوزن تاعي، ولا انا مش متقبل الطول تاعي، هادو الحاجات. يعني مشي مثلا شكل العين تقولي لا مش متقبله شكل العين لانه العين تاعي مش كما الاسيويين، ولا العين تاعي نحس شكلها مش مليح، ولا فهمتوا؟ يعني ما نمشوش على معايير. النقطة الثانية، كاين فرق بين تقبل نفسي وبين تغيير النفس. نتقبل الحاجات اللي خلقها فيا ربي سبحانه، ما نقدرش نبدلها، كما لون البشرة، الملامح، شكل الأنف، العين، الطول، نوع الجسم، نوع الشعر، هذو حوايج خلقهم فينا ربي سبحانه، ما نقدروش نغيروهم. مش ما نقدرش نغيرهم لاني ما نقدرش، يعني كاين ناس تغير في خلق ربي، صح احنا ماذا بينك شغل كما قلت لكم لازم تقبلي نفسك. تغيير النفس الى الافضل في الحاجات اللي نقدروا نتحكموا فيهم، مثال النظافة الشخصية ما عندها حتى علاقة بتقبل الذات. كما حشاكم مثلا إزالة الشعر، شغل يخرجوا بنات ويقطوا يديهم هكذا ويقولك انه احنا متقبلين رواحنا وصاي، هي شغل احنا عارفين، هي عارفة بينها وبين نفسها انه شغل كي تنحي شعرها شغل نظافة، داخلة في النظافة الشخصية. فهمتوا؟ حب شباب مثلا، يعني مثال برك، حب شباب حاجة ما نولدتيش فيها، يعني ما زدتيش بها للدنيا، زاد وجهك صافي، زدتي وجهك الله يبارك. حب الشباب تقدري تداويه، تقدري شغل تشري لي برودوي، تقدري مثلا تبدلي نظام الاكل تاعك. فهمتي؟ ما تقدريش مثلا تقولي انا في حب شباب اني متقبله هذا الشيء. شغل كاين تناقض تي بينك وبين نفسك، عارفه بلي كاينه حاجه غلطه، يعني حاجه ما ولدتيش بها، حاجه شغل جاتك مع الوقت، تقدري تعالجيها، تقدري تداويها، تقدري تخدمي عليها باش تتحسن. فهمت؟ تغيير النفس الافضل نقدروا نغيروا في الحوايج اللي نقدروا نتحكموا فيها، مثلا العلاقات تاعنا، نقدروا نحو ناس ونقدروا نزيدوا ناس، خساره ولا تكسبي وزن بطريقه صحيه، النظافه الشخصيه، العادات اليوميه، هذو كامل تحكمي فيهم ونقدروا نغيرهم للافضل او للاسوء. ماذا بينا نغيرهم للافضل؟ تلقائيا الثقه بنفسك تزيد، علاقاك شغل مع بعضهم، انه قبلي نفسك وحابه مثلا لوني، حابه شكل وجهي، حابه ملامحي، وفي نفس الوقت تخدمي على نقاطك، مثلا حاجه مش عاجباتك، البشره تاعك تغيريه من الافضل تلقائيا، حتزيد الثقة بنفسك، تولي إنسانة واثقة من روحها، تقولي بينك وبين نفسك أنا إنسانة تعبت على روحي. فهمتي؟ حتقولي أنا تعب على روحي، أنا مجتهدة على روحي، أنا مغيرة روحي للأفضل، من واش نحشم ولا من واش نخاف. تلقائيا الثقة بنفسك حتزيد، وتلقائيا حتشوفي بلي كي درتي حاجة لنفسك، فهمتي؟ شغل النفس تاعك تشكرك
بإنه تزيد الثقة بنفسك، فهمتي؟ تكبري في عين روحك، فهمتي؟ إنه أنا إنسانة تعبت على روحي، اجتهدت على روحي باش وليت بهذا المظهر اللي راكم تشوفوا فيه ولا بهذه العادات اللي راكم تشوفوا فيها. النقطة الأخيرة واللي هي كيفاش نتقبل ذاتي ولا خطوات عملية تقبل الذات. اسم طويل صح؟ شوفوا، أول حاجة كشغل كي تصرحي بأنه كاين حاجات فيك سلبية لازم تكتبيهم في ورقة كشغل باش تشفي عليهم، فهمتي؟ عادي ما تكتبيهمش بصح باش تشفي عليهم. مثلا تختاري دوكي مثلا راكي كتبتي في ورقة الحاجات اللي حابة تصلحيهم في روحك، فهمتي؟ مثلا الوزن تاعك، مثلا حابة تكسبي وزن، تشوفي كاش نظام غذائي، تروحي ديري سبور، مثلا أي حاجة حابة تبدليها في روحك. مثلا الشخصية تاعك حابة تقويها، تقراي كتب، تشوفي، فهمتي؟ تتعلمي من الناس، فهمتي؟ شغل تبداي تخدمي على هذاك الشيء، تبداي تخدمي وتعلمي تقولي لا الحاجات اللي يضغطوك. ماناش في سباق تقبل الذات، انتي باش تكسبي وزن ولا باش تخسري وزن ولا باش تبدلي اي حاجه في حياتك لازم لها وقت. يعني ما تكتئبيش كي تشوفي فيديوهات هذوك تاع كيفاش كانت سمينه وبعد ضعفت، ولا مثال برك على الوزن. يعني انتي تشوفي مرحله كبيره في فيديو فيه دقيقه. هذه الحاجات اكيد تشد وقت، واي حل سريع راه ماهوش حل. والحصول تاع هذا الفيديو نتقبلوا الحوايج اللي خلقنا بها ربي سبحانه، والحاجات اللي نقدروا نبدلوها للافضل بما يرضيك وبما يرضي الله عز وجل، بلا ما تحكم فيك اي معايير، بلا ما يتحكم فيك واحد، بلا ما يتحكم فيك مجتمع. ما تقارنش نفسك بالناس، ما راناش في سباق، ودي وقتك وانت تتبدل للافضل. في النهايه راح تحصل حاجه اللي هي ثقه بالنفس. ثقه هذه متعوب عليها، ثقه هذه بدل روحك الافضل حاجه، وهذا هو تقبل الذات صح، ولا تقبل الذات الحقيقي. وهذا هو كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بذره من الفائده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واراكم في الفيديو الجاي.